انتخابات مشكوك في نزاهتها فاز فيها عبد الفتاح السيسي بنسبة قاربت 97%، أغلبهم كبار السن ونساء وعدد ضئيل من الشباب. من نسبة فوز تدعو للحيرة تتبعنا خطواته القديمة لنصل لحل اللغز. كانت البداية عندما سئل من قبل مدرائه في الجيش عن مستقبل البلاد، فتنبأ السيسي أن مبارك سيحاول تمرير القيادة إلى ابنه جمال، وظن أن هذا قد يسبب اضطرابات شعبية كبيرة، فأوصى بالاستعداد للتحرك لضمان الاستقرار والحفاظ على الدور المركزي للجيش في الدولة. وحدث ما كان متوقعا. تسارعت الأحداث وأثارت الثورة التونسية المصريين في يناير عام 2011، وحدث ما كان متوقعا. وفي غضون أسبوع كان الجيش جاهزا لتنفيذ توصية السيسي والانتشار في الشوارع، موهما أنه وقف مع الشعب المصري، وبفراسة فطن إلى أن نظام مبارك كان قد استهلك تماما في الوقت الذي وجد فيه البديل الشكلي للحكم في الجيش الذي لم يكن قد استخدم في السلطة بشكل رسمي. الكشف عن دور الجيش في وقت سقط فيه مبارك جعل العديد من الثوار يتساءلون عما إذا كان ما حدث في يناير هو مجرد إطاحة سورية بالنظام القديم أم أنه تغيير حقيقي. ويقول أستاذ العلوم السياسية حسن نفع إنه اطلع شخصيا على تقرير السيسي، وأنه وصل إلى استنتاج مفاده أن الجيش استفاد من الثورة للتخلص من نظام مبارك، وأن الجيش كان على استعداد للتضحية بمبارك لا للتضحية بالنظام. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. وصل مرسي للحكم، ولعل التفسير الذي جعله يقوم بترقية السيسي آنذاك أنه أراد التخلص من الحرس القديم في الجيش وعداءاتهم التاريخية للإخوان. وبرغم أن أحدا من مؤيدي الإخوان المتدينين لم يكن ليترقى بهذا الشكل في الجيش المصري، إلا أن الرئيس في خطوة مفاجئة للجميع قام بترقية السيسي لسبب يرجعه البعض لتقوى السيسي الدينية. مستحيل. احنا عندنا رجالة زي الذهب في القوات المسلحة، زي الذهب. إن لم تكن مقتنعا إلى الآن بالأسباب السالف ذكرها، فقد يكون السر الأرجح في ترقية السيسي أنه كتب أطروحة في عام 2006 بينما كان في كلية الحرب الأمريكية. لا نعرف إن كان مدبرا لها أم أنها من قبيل الصدفة، فقد كتب نصا إن الدولة المثالية كانت هي دولة الخلافة الإسلامية بدلا من الدولة الديمقراطية الحديثة على النمط الغربي. والسيسي هو الشخص الأكثر غموضا، فمن بين ما وجهه للشباب كلمات منها أنه على استعداد للتضحية بجيلين. ممكن جيل ولا جيلين يتظلموا عشان بقية الأجيال تعيش أو يلاقوا حاجة، ونصحه لهم بأن يذهبوا للجامعة سيرا على الأقدام. يا ترى حد قال أنا همشي على رجلي شوية عشان أوفر حاجة لبلدي؟ وفي كلمة موجهة لرجال الأعمال تكاد تراها مقتبسة من أحد خطابات عبد الناصر قال: إنما أنا بقول لهم بستنهض الهمة المصرية، الراجل البسيط قوي والراجل الغني قوي، بقول له البلد مصر محتاجانا كلنا، واللي يقدر على حاجة يعملها. ولكن لا أحد يعلم ماذا يعني ذلك. هل يعني فرض الضرائب على النخبة الاقتصادية؟ ولكن هذا قد يأتي بنتائج عكسية، وقد يؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمار وتعطيله، وهذا ليس تخمينا بقدر ما هو نتيجة لتجارب سابقة. والخلاصة أن السيسي لا يمتلك برامج انتخابية، وأيضا لا يعلم أحد ما الذي ينتوي. أما عن الجانب الشخصي له والذي قوبل من قبل معارضيه بالسخرية، فهي أحلامه وأمنياته التي حكاها في حوار صحفي، فقد قال أن السادات أخبره حلما بأنه سيصبح رئيسا للجمهورية، وأحلامه عن السيف الأحمر والساعة من ماركة أوميجا. شفت في المنام من سنين طويلة جدا إن أنا رافع سيف مكتوب عليه لا إله إلا الله باللون الأحمر. ده من 35 سنة. لا إله إلا الله لون أحمر. باللون الأحمر، نعم، بسيف مرفوع. إن أنا في إيدي ساعة عليها نجمة خضراء ضخمة جدا،
أوميجا. ويبدو أن حلمه قد تحقق أخيرا، لكن مع شرعية مهددة بسبب الإقبال الضعيف في الانتخابات. اختلف الأمر الآن بنسبة كبيرة. وصل السيسي لحكم مصر رسميا بعد أن قادها لمدة قاربت العام تحت اسم مستعار يدعى عدلي منصور، وأيضا بعد تحولات في الحلفاء، فهناك من القادة العلمانيين أمثال محمد البرادعي وبعض الحركات الشبابية كحركة السادس من إبريل وغيرها، والذين أيدوا الانقلاب العسكري في البداية قد تحولوا الآن ضد السيسي واتهموه بخيانة روح الثورة. لم يتحدث السيسي عن الديمقراطية ولا عن الاقتصاد ولا عن أي وعود بالمستقبل، ولكن هل يدرك السيسي بذكائه المعهود أن الثورة أعطت المصريين لا سيما الشباب صوتا لن يتخلوا عنه ببساطة؟ وهل يدرك أنه سيفشل إن لم يعي أن مصر تغيرت كما لم يحدث من قبل، وأنها لا يمكن أن تعود مرة أخرى لما كانت عليه؟